كاينين شي عائلات كيكونوا بحال شي صندوق قديم ومسدود بالقفل، من برا كيبان عادي ولكن الداخل عامر بالأسرار والغموض. أسرار كيتوارثوها جيل على جيل وكيتخباو مور واحد الجملة ديما كتعاود: ماشي دابا وقته حتى يتعطانا الإذن. هذه هي قصة زينب وعائلتها، قصة حقيقية كيف ما عوداتها. مرحبا بكم في حكاية مغربية. قصة اليوم غادي تخليك تعيش الرعب والغموض بحال إلا كنتي حاضر. اسمع القصة للآخر باش تعرف الحقيقة اللي صدمت الجميع، وما تنساش دير لايك وتشترك في القناة وتفعل الجرس باش يوصلك الجديد ديال قصص الرعب المغربية. وبدات قبل سنين طويلة في واحد المنطقة جبلية قاصحة من نواحي الريف، أرض اللي حكماتها العادات وتقاليد اللي قدم من التاريخ. زينب من نهار حلات عينيها في الدنيا وهي كتحس باللي عائلة باها ماشي بحال الناس. باها براسو راجل اللي ما كبرش في حضن والديه، مطلقها وهو تربى في دار عمو. واخا هكاك كان مرة كيمشي يطلع لامو جدات زينب اللي كانت ساكنة بوحدها في داك الجبل القعيد. هاد العائلة كانت كلها كتنحدر من نفس القبيلة، وقليل فيهم اللي خرج للمدينة. أغلبهم بقاو تماك كيتوالدوا ويتكاثروا بحال شي شجرة قديمة جذورها شادة في الأرض وما باغاش تطلق. زينب كبرات أغلب الوقت مع عائلة أمها، أما عائلة باها فكانت بالنسبة ليها ديما نقطة استفهام كبيرة. ناس غامضين هضرتهم كلها ألغاز وما كيعطيوش تفاصيل على حياتهم، وإلا سولتي الجواب ديما واحد: حتى تكبري انتي مازال ما فاهماش. كانوا ديما كيدوروا في الهضرة ويجبدوا سمية وحدة: جدهم الكبير، الراجل اللي بنى الدار اللي غتوقع فيها أغلب الأحداث. حتى الأم ديال زينب براسها ما قدراتش تفهم هاد الغموض. بقات الأمور هكا حتى لواحد الصيف، الأب اللي عمره دوا على عائلته فاجأ الأم وقال لها: بغينا نمشيو نشوفوا الوالدة وبغيت ندي الدراري معايا يتعرفوا على جداهم. كانت صدمة وفرحة في نفس الوقت. الأول مرة العائلة الصغيرة غتمشي تزور أرض الجدود. زينب وخوتها جوج دراري كانوا فرحانين كيتخيلوا العطلة واللعب، ما عارفينش باللي ديك الزيارة هي اللي غادي تحل عليهم باب ديال واحد العالم عمرو تخيلوه كاين. شدوا الطريق، كل ما كانوا كيبعدوا على المدينة وكيدخلوا في الجبال كل ما كانت الدنيا كتبدل. وصلوا مع المغرب والشمس كانت حمراء بحال الدم وكتجمع حوايجها باش تغيب مور الجبال الشاهقة. الدار ديال جدة كانت أول مرة تشوفها زينب، دار كبيرة ديال الحجر والطين، ولكن حست فيها بواحد الطمأنينة غريبة، إحساس ديال الدفء والألفة، بحال اللي يلا روحها كتعرف ديك البلاصة من زمان. الجدة فرحت بيهم بزاف، ولكن الفرحة ديالها كانت مخلطة بواحد القلق غريب باين في عينيها. أول حاجة دارتها شدات زينب وخوتها ودخلاتهم لواحد البيت بوحدهم. خدات واحد الزيف بيض غطساتو في الماء وبدات كتقرا عليه شي تعاويذ بصوت خافت ما مفهومش، ودوزاتو على ريوسهم واحد بواحد. خرجتهم عند الأم ديالهم وقالت ليها بنبرة جادة: صافي دابا رقيتهم. في ديك الليلة وقعت أول حاجة غريبة. زينب وخوتها كل واحد في فراشو بين النعاس والفياقة حلموا بنفس الحلمة، حلموا باللي كيسمعوا واحد الصوت غليظ وقوي كيدوي حداهم نيشان كيقول لهم: مرحبا بكم في أرض جدودكم. حتى واحد فيهم ما شاف وجه مول الصوت، ولكن كلهم حسوا به كان قريب بزاف. الصباح خرجوا الدراري يلعبوا حدا الدار. أول حاجة جبدات ليهم عينيهم هي واحد دار أخرى معزولة بوحدها لتحت في الواد، كانت مبنية في واحد القاع وكاع الديور الأخرى دايرين بها من الفوق، واللي كان مميز فيها هي واحد القبة خضرة كبيرة فوق السطح ديالها. زينب حسباتو جامع، خوها قال يمكن ضريح، وهما كيهضروا خرجت عندهم الجدة وجهها مخطوف، بدات كترسم لهم حدود ما خاسهمش يفوتوها باللعب، ووصاتهم وصية قاصحة: ما يهضروش مع حتى واحد غريب، وإلا سولهم شي حد ما يقولوش سمية عائلتهم. كانت دايرة عليهم حراسة مشددة بحال يلا خايفة يتخطفوا. ديك العطلة دازت بسلام، والعطلة اللي موراها حتى هي، ولكن مع كل زيارة
زينب وخوتها كانوا كيحسوا بواحد الجاذبيه غريبه لديك الدار اللي بالقبه الخضراء، بحال يلاه شي حاجه كتعيط ليهم من بعيد. حتى وصلت العطله الثالثه، العطله اللي غادي تقلب فيها كل شيء راسا على عقب. كانوا خارجين مع واحد من عمامهم وبنته، غاديين لواحد البلاصه سميتها تنيه باش يسقيو الارض. وهما في الطريق تلاقاو مع واحد المراه كبيره، وجهها كله وشام بالزرق، وعينيها كيلمعوا بواحد الطريقه غريبه. المرأة سلمت على عمهم وشافت فيهم وقالت ليه: تبارك الله، هادو هما ولاد علي كبروا. بغات تقرب منهم، ولكن عمهم جرهم بالزربه وقال لها: خلي عليك الدراري في تيقار. المرأة بقات واقفه وراهم وكتضحك واحد الضحكه خبيثه وكتغوت من بعيد: غيدوروا غيدوروا غترجعوا لدار جدكم، طال الزمان ولا قصار. زينب حست بقلبها غادي يخرج من بلاصتو للخلعه، وملي رجعوا وعاود عمهم الجده بدات كتغوت بالفقصه وقالت ليه: اش داك ديهم معاك؟ وديك الليله كامله وهي كتوصي الام ديالهم ترد البال لولادها وما تخليهمش يخرجوا من حداها. شكون هي هاد المراه الغريبه؟ وعلاش الجده تخلعت منها لهاد الدرجه؟ وشنو هو السر اللي مخبيه هذيك الدار اللي بالقبه الخضراء، الدار اللي قالت عليها المراه باللي هي دار جدهم؟ هادشي يلاه البدايه. الغموض كان عاد كيتجمع بحال شي ضباب كتيف، والكارثه الحقيقيه كانت باقا ما وقعتش. في الجزء الجاي غادي يختفي خوت زينب في ظروف غامضه، وغادي يظهر واحد الرجل مهيب اللي غيغير مصير العائله كامله. الا بغيتوا تعرفوا شنو وقع، ما تنساوش تخليو لايك باش نعرفوا القصه عجباتكم، واشتركوا في القناه باش يوصلكم الجزء الثاني اللي غنكشفوا فيه على اول خيط من اسرار إرث الدم. قولوا لنا في التعاليق شنو كتوقعوا يكون السر ديال ديك الدار اللي بالقبه الخضراء.